اوكي، اخر شركه كنت اتخيل ان هي تعمل الاعلان ده هي اديداس. اي حد مكان اديداس كان هياخد الانجاز اللي عمله ميسي في النسخه اللي فاتت من كاس العالم ويكمل عليه، خصوصا ان هو دلوقتي بيلعب في امريكا، فما فيش احسن من كده واجهه دعائيه للبطوله. بس هم قرروا ان هم ياخدوا الاعلان في اتجاه مختلف تماما. قرروا ان هم يتكلموا كوره الشارع. Hey, listen to me. What do I know about soccer? Nothing. I know about football. لما نيجي نتكلم عن كرة الشارع فاحنا هنا بنتكلم رقم واحد عن الخيال، وإذا ذكر الخيال ذكر الحريفة. حرفانة مش إنك تعدي من واحد وخلاص، حرفانة إنك تتخيل إن الشارع اللي أنت بتلعب فيه ده كله استاد، وإن الطوبة دي جول، وإن المدافع اللي قدامك ده مدافع في أكتر فريق أنت بتكرهه. وده أصل اللعبة، إنك تاخد مكان عشوائي تماما وتحوله لعالم كامل. وعشان كده كرة الشارع مختلفة، لأن هي مش مبنية على قوانين، هي مبنية على الخيال، على السرعة، على إنك تعمل حاجة ما كانش أي حد يتوقعها، زي بالظبط اللي عملته الكاميرا في الإعلان ده. Concrete between apartment buildings. It's cool when the freak took the beat. Isaac, Ruthie, and hold on, what's his name? Clive. That's right. You go next. So they start off playing kids their age. They win. اكتر حاجه بتميز الاعلان ده هي حركه الكاميرا. احنا متعودين في الاعلانات الرياضيه ان حركه الكاميرا بيبقى فيها سلو موشن قدر الامكان عشان خاطر يبين لك التفاصيل وقد ايه الاعلان سينماتيك. هنا الموضوع كان مختلف تماما، بدايه من اول لقطه، العشوائيه اللي موجوده في ان انت تجمع الناس والناس اللي متاخره، هنروح ولا مش هنروح، لحد لما بيدخل العربيه ونبتدي ان احنا نروح في لقطه ستاتيك والكاميرا ثابته عليه عشان يبتدي يحكي القصه وندخل معاه في قلب القصه دي. وهنا بيجي الاختلاف، من اول ما بندخل في القصه اللي هو بيحكيها كأن الكاميرا جزء من اللعبه، كأن الكاميرا واحد بيلعب معاهم في الماتش. سرعه وزوايا وحركات الكاميرا مختلفه تماما عشان خاطر يوصل لك الطاقه والاجواء اللي موجوده في كره الشارع. على قد ما ممكن يكون ده من احسن الاعلانات اللي اتعملت لكاس العالم، عندي عليه تحفظ شديد جدا. احنا بنتكلم عن كاس العالم، والنسخه دي بالذات فيها اكبر عدد منتخبات موجوده في اي نسخه اتعملت. على الرغم من كده تحس ان هو كان بيكلم قاره او قارتين ثلاثه بالكتير. يعني مثلا فين قاره اسيا، فين قاره افريقيا، اللي انت كان عندك مثلا منتخب زي منتخب المغرب كان رابع العالم في النسخه اللي فاتت. كان ممكن تجيب لعيب زي اشرف حكيمي، كان ممكن تجيب لعيب زي محمد صلاح نجم الدوري الانجليزي. تحس ان هو كان بيوصل رساله او بيتكلم مع مجموعه بس من العالم. اكتر حاجه عجبتني في الاعلان ده ان هو ما حاولش يبيع لك اي تيشيرت طول الاعلان. اكتر حاجه ركز ان هو يبيع لك الاحساس، تحس انه اعلان معمول في حب اللعبه. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، واستناني في الفيديو اللي جاي.